السيده كتقول جيت لاوروبا وخدمت ودمرت باش ندير دار على حساب الوالده باش نخرجها من ديور الكرا، وفعلا درت دار كبيره ودرتها في سميتي وسكنت فيها امي وقلت لها الدار حسبها ديالك. عندي خواتاتي متزوجات، الوالده عايشه بوحدها في الدار. عندي واحد خويا هنا في اوروبا مزوج بولادو ولكن ما دارش الدار. انا ملي شريت الدار الوالده ديالي ما فرحتش وسمعتها، بغات خويا هو اللي يدير الدار، ما بغاتنيش انا ندير الدار، بغات خويا بقى فيا الحال. هنا ماشي المشكل، خويا ملي كيمشي للبلاد كينزل في داري، انا ملي كنمشي للمغرب ما كتعاملش معايا مزيان، لا انا لا ولادي بحال ما كنمشيش لداري رغم انها داري. ذاك العام اللي مشيت سمعتها كتقول له اختي ما عرفت علاش جايه هذه يا ولادها، خوها غيجي هذا العام غيهبط هو ومراته وولادو كون غير تخليه يدوز العطله ديالو مزيان، حيت كينزل في داري. بكيت وقلت علاش ماما كدير لي بحالكم، علاش ماما كتعامل معايا بحالكم، علاش ماما كتفضل خويا عليا انا. وكاين هذا النوع ديال الامهات كيبغيو الخير لواحد ولدهم ولا بنتهم وما كيبغيوش لواحد بنتهم اخرى ولا ولدهم الاخر رغم ان كلشي ولادهم. بقى فيا الحال، بكيت وليت كنجي انا وولادي كنرجع لاوروبا. دابا قررت باش نجمع شويه ونشري شي بارطمان في شي مدينه اخرى بعيده عليهم باش نهرب اخويا من الصداع، باش نهرب من المشاكل.